السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، خبز بدون جلوتان بدقيق الشار روستيكو. بصراحة كيجي رائع وكيجي لذيذ وغتوليو مدمنين عليه لأنه صحي ولذيذ بالخميرة بلدية فقط. غادي نتجهوا دابا من المكونات ونفيدكم بهذا الفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. غادي نحتاجو زلافة من دقيق الذرة الصفراء، معلقة كبيرة من دقيق إيلان، ودقيق روستيكو اللي غادي نحتاجو فيه تقريبا. انا عملت كيلو، مي بصراحة ذكرت به العجينة المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعني حتى طلعت مزيان هاد الخميرة. وكيف ما كتشوفوا النتيجة، حصلنا على خميرة بلدية طبيعية اللي مزيانه للناس اللي كيعانيوا من الجهاز الهضمي، اللي عندهم السيلياك، اللي كيعانيوا من حتى القرون، اللي كيعانيوا من القولون. بصراحه كتجي لذيذه وكتجي رائعه وطبيعه الحال طبيعيه كيف ما قلت لكم. غدا نخدم حتى بالصمغ العربي، كنت ديجا مذوباه وصفيته كيف ما شفتوا في الصوره، ودابا كنعجن بالماء الدافئ. بصراحه كيجي لذيذ هذا الخبز وكيجي صحي بزاف، وما غاديش تستغناو عليه الوقت لانكم غادي تعجنوه لاول مره. هنا غادا نحط العجين كله من بعد ما دلكته مزيان، يعني غير جمعته في السوبيره. غادا نحطه على طاوله العمل، وغادا بمساعده اليدين يعني بطبيعه الحال غادا ندلكو مزيان 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 حتى يتزدلك بحال اللي كتعجنوا يعني العجينه ديال الجلوتان. مي الصراحه هذه عجينه مختلفه وبزاف طبيعه الحال وسهله حتى في الخدمه. الناس اللي كيدخلوا القناه لاول مره، كاينه في القناه وصفات كثيره بدون جلوتان، معجنات رمضانيه، كل ما يخص السلياكيين والناس اللي كيعانيوا من القولون، كل ما يخص الجهاز الهضمي، حمية خالية من جلوتان، حمية خالية من الحليب، حمية خالية من البيض. بصراحة وصفات كثيرة في المستوى. كنبقاو نعجنو كيف ما كتشوفوا، كنرشوا في الماء، كنبقاو غاديين على هذا المنوال حتى نحصلوا على القوام المتماسك والقوام الجيد للعجين ديالنا. واللي كيشوف القناة لأول مرة فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد، ولا لايك والبارطاج باش تعم الفائدة على الجميع. واللي كيشوف الفيديو لأول مرة يعمل بارطاج ولي لايك باش يوصل أكبر عدد من المشاهدات لا فيديو، وباش الناس تنفع بهاد لا فيديوهات. هنا كيف ما شفتوا ضفت يعني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ودلكت العجين. وهنا كما كتشوفوا غنعمل توست. هنا فرشت الحبوب اللي عندي، بذور نوار الشمس وبذور زريعة القرع، وعاونت بالفرينة. وحاولوا هنا تاخذوا يعني كمية معقولة من العجين باش ما يجيكمش يعني العجين فائض اكثر من القياس على المول اللي نتوما استعملته. هنا كتاخذوا الكميه المتبقيه ديال العجين وكتقسموها على 4، ومن بعد كتقسموها على 8، وتاخذوا قطع صغيره من العجين باش نعملوا كويرات صغار اللي غادي نعملوهم في الطاوه مباشره، وغادي نخليوهم كيخمروا. بالنسبه لهذا العجين انا تقريبا خمرته 10 ساعات، عجنته في الصباح وما طيبته حتى العشيه هكا كينجويه 9:30 ديال الليل. هنا كنعملو في واحد الزلافه شويه ديال الماء مع زيت الزيتون اللي كتساعدنا على احمرار الخبز، وايضا باش يلصق معنا داك الحبوب. والناس اللي كيعانيو من القرون يمكن لهم يستغناو على هاد الخطوه، ما يعملوش الحبوب، ولا يمكن لهم انهم يطحنوها مزيان ويعملوها مع العجين. بالنسبه للناس اللي كيتبعوا يعني حميه ديال الناس اللي كيعانيو من الكرون، يمكن لهم حتى هما يتبعوا حميه خاليه من الجلوتان، لانهم حتى هما كيصلح لهم الاكل
الخالي من الجلوتين بالنسبة للكرون. بصراحة أصدقائي صدقوني غادي نجربوا هذا الخبيز وغادي يعجبكم بزاف، وخصوصا أنه صحي، والمكونات ديال هذا الدقيق فيه بذور الكتان، فيه سرزان. بصراحة مكونات جد رائعة، وفيه حتى بسيليوم اللي هو بصراحة ما لقيتوش هنا، يعني كيتباع هنا في إيطاليا. خاصني نحاول انني نكوموندي يعني من الانترنت باش نعود نخدم به الخبز ديالي. خبز صحي للغاية، مفيد للذات، مفيد لجميع انواع لدايت، مفيد جدا بصراحة. غادي تجربوه وما غاديش تقدروا تستغنوا عليه بصراحة. بقات لي هاد الحبة الأخيرة من العجين عملتها بحبوب الشيا. بالنسبة للناس اللي كيسول على حبوب الشيا، بصراحة حبوب الشيا كتساعد على إنقاص الوزن وصحية، وأصلا راها بدون جلوتين. هنا كيف ما كتشوفوا كملت الخبيزات ديالي، خليتهم يخمروا 10 ساعات، من بعد دهنتهم بالماء وزيت الزيتون، وغادا ندخلهم الفران باش يطيبوا. غادا نشعل عليهم النار من الاسفل، ومني غادا يطيبوا مزيان غادا نشعل عليهم النار من الاعلى باش يتحمروا شويه. قبل ما ندخلهم الفران ضروري انكم يعني تقبوهم من السطح بالشوكه باش يتنفخوا معاكم. كيف ما شفتوا انني راه كنت مغطياهم بالبلاستيك الغذائي باش يخمروا مزيان وما ياخذوش لي وقت كتير يعني في التخمير. كيف ما كتشوفوا هنا عملوا حتى الطريقه اللي عملت الوقت اللي كندهن ايدي بالماء وبالزيت الزيتون، يعني كيبقاو هذوك الحبوب يعني لاصقين في العجين. وكترشوا ايضا زيت الزيتون اللي هي زيت الزيتون يعني صحيه ومفيده للذات. هنا كيف ما كتشوفوا دخلت طاوة الفران، طابوا معايا الخبيزات، جاو رائعين بزاف وخبز صحي للغايه. كنتمنىكم انكم يعجبكم هذا الفيديو، وتعملوا لايك واشتراك في القناه والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو اخر ووصفه اخرى خاليه من الجلوتين. وكيف ما كتشوفوا النتيجه جد رائعه، خبز صحي للغايه، يمكن لكم تاكلوا نتوما وليداتكم السلياكيين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنتلاقاو معكم في فيديو جديد.